ادي برطمانات الليمون خلصت اهي زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم؟ حد يتكلم كلمه كده ولا كده من ورايا؟ وده البرطمان التاني اهو. اديكم شايفين الجمال والحلاوه بقى. خليكم ماشيين في الخطوات اللي انا عملتها والتركات بالظبط اللي انا عملتها عشان يطلع معاكم ليمون ملوش حل، تاكلوا صوابعكم وراه ان شاء الله. الليمون هيطلع جميل 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 ملوش حل بجد. في تركات اللي انا عاملاها في الاخر دي ملهاش حل، اعملوها واعتمدوها ان شاء الله وهيعجبكم جدا جدا جدا. استودعكم الله يا حبايبي. لو سمحتوا بعد اذنكم لايك واشتراك وتفعيل جرس عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي. احبكم في الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم يا حبايبي الليمون المخلل اللي هو بالعصفر. جبنا الليمون وفتحناه زي ما انتم شايفين كده بالسكينة من هنا كده ومن هنا، يعني بصوا اهو فتحناها كده وفتحناها كده حتة صغيرة مش للآخر، يعني احنا فتحنا عملنا بالسكينة جزء صغير من الجنب ده وجزء صغير من الجنب ده عشان ما توصلش للآخر مقفولة من تحت اهي. تمام. هنسلقها نص سلقه في الميه لمده 10 دقايق. نحط شويه ميه على النار ونحطهم على الميه لمده 10 دقايق. هنشوف هنعمل ايه يا حبايبي. ادي يا حبايبي الميه غلت، هننزل بها بالليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تغسلوا الليمون قبل ما تقطعوه عشان اي ترابه اي حاجه عليها تبقى يعني يبقى مغسول نظيف يعني. بحبكم في الله. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكلمتين حلوين يا حبايبي في التعليق. هسلقه وارجع لكم يا حبايبي لمده 10 دقايق تقليب تقليب لغايه ما ايه يستوي. تمام يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي كده ايه وصل للسلقه بتاعته اللي احنا عايزينها. 10 دقايق بالظبط، 10 11 دقيقه يعني بالظبط. تمام. ما ترموش الميه اللي انتوا سلقتوا فيها دي، بتستخدموها في حاجات كتير، تغسلوا بها الفراخ، تغسلوا بها اي حاجه دهون معصلجه معاكوا في البوتاجاز في الحيطه في اي حاجه يعني. اوعوا ترموها، دي جميله دي كنز. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكلمتين حلوين يا حبايبي. شجعوني يا حبايبي شجعوني ربنا يكرمكم. دي يا حبايبي الليمون بعد ما اتسلق نص السلقه اللي قلت لكم عليها طلعته من الميه وحطيته في الطبق. بصوا بقى يا حبايبي ادي الليمون لما اتسلق اهو نص السلقه اللي قلت لكم عليها يا حبايبي ومفتحينه. تمام. وادي قرون فلفل هنستعملها معاه، وادي حبه البركه والعصفر، وادي الليمونتين 3 4 كده هنعصرهم برضو، وادي الهريسه. دي الهريسه كنت عاملاها طبعا على القناه، لو عايزين تعرفوا طريقتها ادخلوا على القناه وانتوا هتشوفوها. هريسه الهريسه بالزيت. تمام. وادي شويه ميه غلياهم وسبتهم يبردوا وحطيت فيهم ملح خشن. ملح خشن على مقدار الليمون، يعني انت شوفي الليمون قد ايه وحطي على قده كده يعني بالنظر. الملح الخشن يعمل نص كوبايه لكوبايه الا ربع كده يعني. تمام. وادي كوبايه ميه ليمون اللي هي اللي سالقين فيها الليمون، كوبايه واحده. ماشي. وهنعمل الخلطه ونرجع لكم يا حبايبي. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكلمتين حلوين في التعليق. ربنا يبارك فيكم يا حبايبي. بحبكم في الله. دلوقتي يا حبايبي هنحط هريسه على حبه البركه والعصفر وهنقلبهم كلهم في بعض. تمام. ناخد كمان حبه هريسه هنقلبهم وهنحشي بهم الليمون. خليكم معايا بس في تريكات حلوه جدا هتظبط معاكم الليمون. وخلي بالكم من السلق، ما تسلقوهاش قوي الليمون عشان يبقى متماسك معاكم وما يتهريش وانتوا بتطلعوه تاكلوه. تمام يا حبايبي. يعني ما تزودوش السلق عليه عشان يعيش معاكم مده اطول. لو انتوا عايزينه بقى على طول على طول زودوا شويه، بس انا من رايي ما تزودوش السلق عشان يقدر يقعد معاكم ويعيش وتاخدوها ما تبقاش معجنه قوي كده يعني. اعملوا التريكات اللي انا بعملها دي وان شاء الله يظبط معاكم هتعتمدوه ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي هنجيب الليمونه هي مفتحه طبعا، هنحط فيها العصفر كده ونقفل عليها كده ان شاء الله. هكمل لكم بقى بقيه الكميه وارجع لكم يا حبايبي. في تريكات هتظبط معاكم الدنيا ما تستعجلوش. طبعا خليكم معايا لاخر الفيديو يا حبايبي عشان في تريكات
انا بعملها بتخلي الطعم حاجه تانية بصراحه. كده انا عملت حطيت ليمون اهو في البرطمان، بس خلوا الحته المقطوعه لفوق اللي هي المكان حشو العصفر فوق، ما تخلوش لتحت. تمام. وده الفلفل اهو قطعناه، هننزل بحبه طبقه طبقه كده. حطينا طبقه الليمون وحطينا طبقه الفلفل، ننزل تاني بالليمون. ادي يا حبايبي البرطمانات بعد ما عبيناها الفلفل والليمون. تمام. ادي كوبايه عصير بتاع ميه السلق بتاعه الليمون. تمام. هنحط فيها ايه بقى التركايه؟ معلقه سكر. حلو حلو كده. هنجيب كمان معلقه الحشو العصفر اللي فضل. تمام اهو. ده يا حبايبي نقلبها بقى مع بعضينا كده. هنحط نص كوبايه هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونص كوبايه هنا زي ما انتوا شايفين كده. هناخد بقى بقيه الميه بالملح اللي احنا عاملينها، انتوا شايفينها دي يا حبايبي اهي، وهنحطها كده على دي وعلى دي. هنعصر الليمون هنا، ونحط القشر. خلوا القشر على الوش كده يا حبايبي. نعصر الليمون هنا برضو، نحط القشر على الوش كده. انا خلصت عصير الليمون، حطيت القشر على الوش زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي احط شويه زيت زيتون على الوش هنا، شويه زيت زيتون هنا. ايه رايكم يا حبايبي؟ اديني خلصت. في تريكات بسيطه بتظبط معاكم الليمون وبتخليه في حته تانية. ما اقولكوش على الجمال. الحاجات اللي انا عاملاها بالظبط اعملوا نفس الخطوات والتريكات بالظبط، ان شاء الله يطلع معاكم ليمون ايه ملوش حل. تاكلوا صوابعكم وراه ان شاء الله يا حبايبي. لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكلمتين حلوين يا حبايبي عشان ايه يوصلكم كل جديد.